بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. إن شاء الله النهارده هنحاول نعمل أول صفحة لينا وهي صفحة اللوجن، هنعمل بس الستايل بتاعها، بس قبل ما نبدأ إن إحنا نكود على طول ونخش في الstructure بتاعتنا، محتاجين بس نعرف إيه الtools اللي إحنا محتاجينها عشان نبني الصفحة دي. مبدئيًا كده إحنا شغالين بnext as a framework، طبعًا ده للfront end. محتاجين إيه تاني؟ محتاجين طبعًا الtailwind وده كده إحنا نزلناه وإحنا بنعمل setup لnext. وأخيرًا محتاجين إن إحنا يكون عندنا library ننزّلها جاهزة، ننزّل مثلًا template زي ده جاهز، بس يكون سهل إن هو يتcustom عليه، سهل إن إحنا نعدّل عليه. وأفضل library من وجهة نظري، طبعًا حضرتك ليك الحرية إن أنت تختار اللي أنت عايزه، مكتبة اسمها shadecn. مكتبة shadecn أو اللي كان زمان اسمها shadecn UI، دلوقتي تقدر إن أنت تستخدمها وهي compatible 100% مع tailwind، لإن هي أصلًا مبنية على tailwind. فدلوقتي هنشوف إزاي بتعمل لها setup. لو جيت من هنا وقُلت get started وقُلت مثلًا إن أنت بتختار framework اللي أنت شغال بيه، لو أنت شغال بReact تختار Vite، لو أنت شغال بNext زيي تختار Next. دوست على Next وباختار NPM وبادوس هنا copy عشان تعمل لي copy لكل الcomment ده، وباخده وباحطه عندي هنا في الterminal، وباختار مثلًا باش جديد أو من خلال الزرار ده لو أنت عامل الباش default، وهابدأ إن أنا أعمل paste للcomment بتاعي واستنى عملية التحميل. هنا بيسألني سؤال طبيعي جدًا، بيقول لي: أنت عايز باليتة الألوان بتاعتك تكون شكلها عامل إزاي؟ حضرتك اختار اللي أنت عايزه وجرّب وشوف الألوان بتاعتك. أنا هاختار أول اختيار إن هو يكون طبيعي، بعد كده هانتظر إن هو ينزّل لي الملفات الأساسية، وكمان يضيف بعض الأكواد زي CSS variables وهنشوفها كمان شوية. الsetup بتاعي نجح، بس تعالَ نشوف الأول إيه التعديلات اللي هو غيّرها. لو دخلت هنا على الpackages ونشوف إيه الحاجات الزيادة إن هو بدأ يضيفها، بدأ يضيف طبعًا أول حاجة إن يكون للtailwind يكون في animate، بدأ يضيف حاجات شبه مثلًا الredux UI، الtailwind merge، حاجات زي class variance authority، CLSX، وحاجات كتير أوي زي الlucid react. دي مكتبة عشان تستخدم الأيقونات براحتك. كمان بدأ إن هو يضيف لي فايل إضافي اسمه component.json، وهنا دي الحاجات بتاعته عشان يبدأ يتعرف على أكواد الshading ويربطها مع الtailwind. كمان بدأ إن هو يعمل لي folder اسمه الlib أو اختصار library، ويدخل جواها الإيتايل عشان يعمل merge ما بين الtailwind وأكواد الshadecn. في الأخير لما نيجي نبدأ إن شاء الله إن إحنا ننزل components عادية، هيبدأ يعمل لي ملف هنا زيادة، folder هنا زيادة يسميه UI، ويبدأ يدخّل جواه الcomponent الخاص بيه هو. طب تعالَ نجرّب كده نشوف الأول بس الموقع بتاعي شغال والّا لأ. فأنا لو رُحت هنا عندي وعملت refresh، هتبدأ تشوف إن هو غيّر أول حاجة الbackground بتاعتنا، وكمان غيّر ألوان الtext بتاعنا. طيب يا سيدي، دي أول حاجة صحيحة. طب هو غيّرها ليه؟ بناءً على أكواد الCSS variables اللي بدأ إن هو يضيفها. لو دخلت على الfolder اللي اسمه app ودخلت على الglobal، هتلاقي إن هو معمول له modify، الM دي اختصارًا لmodify. لو بصيت عندك هنا ما كانش موجود كل الأكواد دي، دي عبارة عن CSS variables هو بينشئها لك، شبه بالضبط اللي بيدّيها لك الUI من عند الفيجما، أو اللي بينشئها لك من الفيجما. يبدأ يقول لك مثلًا إن ألوان الbackground بالشكل الفلاني، ألوان الforeground بالشكل الفلاني. لو أنا سألت سؤال الcolor background ده جاي منين؟ ده جاي لي من الvariable اللي اسمه background. طب لو أنا نزلت تحت كده، عرفت إن الroot بتاعه إن الbackground ده بيدّيني لون أبيض. دي شبه مثلًا الRGB أو الHSL أو حتى الhexadecimal، تقدر إن أنت تغيّرهم للنوع اللي أنت عايزه، مش هتفرق معايا دلوقتي. بعد كده بيعمل لك كمان الdark theme، عشان حضرتك لو استخدمت dark theme وعملت transform من الlight للdark، هيبدأ إن هو يحوّلها لك بشكل automatically. بعد كده بتشوف تحت كده إن هو عامل لك apply على كام class. هنا في الall بيapply إن كل الborder يكون اللون بتاع الborder نفس لون الborder. لو أنا شُفت كده الborder عندي في الdark شكله عامل إزاي، فهو أسود شوية، يعني أسود فاتح جدًا لدرجة الرمادي. لو أنا شُفت كده عندي مثلًا الborder هنا شكله عامل إزاي، ده هو أبيض بس غامق شوية. نفس الفكرة في الoutline،
تمام، والoutline هو over الborder. بيقول لي برضه إن اللون بتاعه شبه لون الرنج عندي في الdark، هو يعني ما بين الأسود وما بين الأبيض، فهو حاجة رمادية جدًا، ونفس الفكرة تقريبًا في الlight بس أفتح شوية، وبيقول لي إن هو مدّي له opacity 50%. وهنا في ال وهنا في الbody بدأ إن هو يقول لي إن الbackground بتاعتي نفس لون الbackground الvariable اللي أنا حاطّه هنا، عشان كده بدأ إن هو يغيّر لي الbackground بتاعي من الأسود للأبيض. لو أنا مثلًا على سبيل المثال خلّيت دي إن هي تختار لون تاني على سبيل المثال بالشكل كده، فالمفروض إن هو يعني حوّله لي باللون مش لطيف ده. بعد كده بيقول لي إن الtext عندي بقى foreground، ومعروفة إن فكرة الforeground هي عكس الbackground. الforeground دي المفروض موجودة للtext والحاجات اللي المفروض تكون عكس الbackground، شبه الحاجة دي على سبيل المثال، شبه الtext ده أو شبه الbuttons والحاجات دي. لغاية دلوقتي SheetCN ركبت على الproject بتاعي بشكل صحيح جدًا وكل حاجة شغالة. أنا عايز أبدأ أنزّل component من الSheetCN، أعمل إيه؟ أول حاجة حضرتك لو جيت على الcomponents عندك كده هتلاقي لِستة بكل الcomponents اللي أنت محتاجه. لو أنا دوست Control F وبدأت أسرِّش على حاجة اسمها button، فعندي نوعين من الbutton، عايز button group والّا button عادي. button group يعني حاجة بتكون مثلًا فيها زي سهم وكلمة، زي مثلًا دي على سبيل المثال، تمام، بيفتح لك طبعًا إيه، زي pop up أو هكذا، حاجة زي الcounter، حاجة مثلًا شبه دول، حاجة شبه الكابتن ده لو أنا باعمل voice وهكذا. لكن أنا اللي أنا محتاجه أنا عايز button عادي، فأنا هاختار الbutton وهابدأ بقى إن أنا أعمل له installation. installation دايمًا بيبدأ بالMPX كإنّك بتكريت عادي SheetCN من الأول، وبعد كده بتقول إن أنا باختار الSheetCN بأحدث version وبadd عندي هنا الbutton. فأنا هاخد دي كده كلّها copy، أنا مش هاحفظ حاجة، وأبدأ أفتح الterminal بتاعي وأروح وأعمل له paste بالشكل ده، وأنتظر عملية التحميل تتم. ملاحظ هنا إن بدأ يعمل لك folder جديد اسمه UI أنا ما كنتش عملته، لو دخلت جواه هتلاقي فيه الbutton، تعالَ هنتكلم عليه شوية. اقفل دي كده. بُص يا سيدي، الbutton هو شغال بفكرة الاختيارات اللي أنت ممكن تختارها. أول اختيار ممكن تختاره إن يكون له مثلًا شكل معيّن. الdefault بيدّي له style أولًا إن الbackground بتكون primary. طيب الprimary ده جه منين؟ معلش أنا هاخلّي ده كده على جنب وأقفل دي وأفتح الprimary. لو أنا جيت دوست على الprimary كده وسرِّشت عليها هنا، بُص الprimary الأساسي اللون بتاعه في الroot لونه أسود. طيب لو أنا عايز أشوف الtext بتاع primary foreground، هي نفس اللي تحتها بس عكس اللون الأسود هيبقى أبيض. يبقى أنا لو اخترت الdefault وهو على فكرة by default لو عملت import للbottom بتاع SheetCN فهو هيدّيك الvariant الdefault. طيب إيه تاني؟ لو عملت عليه hover بالشكل ده، فالمفروض إن هو هيخلّي الprimary تقِل opacity بمقدار 10 بس في المِيّة، يعني هتكون الopacity بتاعته 90%. طيب لو أنا اخترت حاجة اسمها destructive دي المفروض إن هو warning شوية. لو أنا جيت سرِّشت على الdestructive ده بقى بيدّيني لون أحمر بالشكل ده. نفس الفكرة إن الtext بتاعه white الhover بتاعه بيكون أقل 90% أو أقل آسف 10% فبيكون على ال90، وبيقول لي إن الfocus لمّا تيجي تدوس عليها بيعمل له ring كده حاجة شبه الborder. destructive على 20% والdark بتاعه بالشكل ده، تقدر إن أنت تشوفه. نفس الكلام في الoutline، نفس الكلام في الsecondary، نفس الكلام في القوس. طب بلاش كلام كتير، تعالَ نشوف التجربة دي كألوان هاعرف أستخدمها إزاي. لو أنا رُحت عندي كده مثلًا على سبيل المثال في الpage بتاعتي وشِلت كل الكلام الجميل ده وبدأت إن أنا بس أعمل button، إن أنا أفتح تاجة وأكتب button capitalize في الأول بس، وأقول مثلًا button بالشكل ده، هو هيعمل لي طبعًا الvisual studio code هيبدأ يrun على طول الimport هو جاي منين. هادوس enter وهاقفل الbutton بتاعي وأقول مثلًا click me بالشكل ده، وأروح أشوف الbody بتاعي هيبقى عامل إزاي. بقى لونه أسود أهو وعليه hover بشكل يعني إيه 90 أو على 90، تمام؟ طيب أنا عايز الvariant بتاعي ما يكونش إيه، بالضبط، ما يكونش default، أنا عايز أخلّيه مثلًا descriptive. مجرّد بس ما أنت ما تفتح الquotation بتاعك سواء كان single أو double هيدّيك الاختيارات بتاعك. أنا هاختار الdescriptive بتاعي، فالمفروض إن هو هيتحوّل بالشكل الأحمر ده. لو أنا اخترت مثلًا بالشكل ده ghost المفروض إن أنت هو بيكون حاجة فاضية جدًا، بس لمّا بتعمل عليه hover المفروض إن الhover بيكون بالشكل ده.
ممكن أشوف اللينك دي بتبقى حاجة كده لمّا تيجي تhover عليها كإنه لينك، ممكن تشوف إيه تاني، الoutline بيبقى أعتقد outline بس بشكل خفيف جدًا، وآخر حاجة الsecondary وهي المفروض بتبقى بالشكل الخفيف جدًا، جدًا للشكل اللي إحنا شايفينه ده. طبعًا دي في الألوان. طيب يا سيدي شكرًا. لو أنا عايز أشوف بقى الsizes بتاعتي بنقول إن أنا عندي size الdefault بيكون الsize بتاعي الارتفاع بيكون 9 الPX يعني الpadding من الX axis 4 الpadding من الY axis 2 ممكن الdefault يكون بتاعك كده، ممكن تكون X small يكون أقل من الdefault، ممكن يكون small أقل من الdefault بحاجات بسيطة، ممكن يكون large أكبر من الdefault، ممكن يكون icon عشان لو أنت بتستخدم icon وهكذا. فأنا تعالَ نجرّب الsizes على سبيل المثال، وقُلت الsize بتاعي على سبيل المثال خلّيته large، فالمفروض إن الكابتن معايا بيكبر بالشكل ده، مش عارف ممكن نخلّيه مثلًا نشيل دي ونخلّيه descriptive أهو كبر معايا، ممكن مثلًا نشيل دي خالص ونشوف هو قد إيه كان صغير أو صغر، بعد كده أنا كبّرته بالشكل ده، ممكن بقى حضرتك يعني تحدد الsize اللي أنت عايزه. جرّب وشوف كل الأشكال اللي حضرتك تحبها، بعد كده ابدأ اعمل الstyle بتاع الbutton زي ما أنت عايز. المهم اللي أنت بقى عندك component reusable كcustomization تقدر إن أنت تقدر إن أنت تcustom عليه زي ما أنت تحب، تمام؟ جاهز من إيه، من مكتبة ShadesCN. دي كده كل الحاجات بشكل مبدئي اللي إحنا عايزين نعملها، وإن شاء الله في الفيديو الجديد هنعرف إيه هو شكل الUI اللي إحنا محتاجين نعمله عشان نبدأ عليه كstyle ثم نعمل الfunctions بتاعتها على طول.